عايز تخلي الحلم حقيقة؟ نفسك تتجوز ومش عارف ازاي ومعكش فلوس؟ نفسك تغير حياتك وتبقى من الفقر تبقى مليونير بكل سهولة؟ يلا بينا نحول الحلم حقيقة ونكشف السر اللي بيه ممكن يغير حياتك المالية للأبد. أول حاجة هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والفيديو للرجال فقط، ولكل راجل نفسه يشتغل ويحقق لنفسه مشروع أو يحقق لنفسه اكتفاء ذاتي من الصفر للملايين بإذن الله. أول حاجة عايزين نتكلم عليها، نقول أول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول هيكون في سلسلة فيديوهات، وأول حاجة هقولها النهاردة إن شاء الله من سلسلة الثراء من الفقر، إنك تبقى مليونير. يعني حتى مش هقول بس كده إن أنت مثلا معاك فلوس، لأ، ده من الفقر للمليونير. وأبسط حاجة، أول حاجة هنعمل إيه؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنعمل جمعية اسمها جمعية الكبار او اللعب مع الكبار. يعني ايه اللعب مع الكبار؟ هو لعب بس هيبقى لعب مفيهوش حاجه وحشه، هو لعب مشروع مش غير مشروع، بس اللي يقدر. طيب هنقول ايه؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل بسرعه اعمل لايك وكومنت عشان انا كمان انجح. يعني انا هخليك تنجح وتنجحني، يبقى في علاقه متبادله كده بين النجاح وبعض. انا مثلا وليكن اكون انا مثلا شاب، فلوسي محدودة، دخلي محدود، عايز أبدأ مشروع، وليكن مثلا عايز 50,000 جنيه أبدأ بيهم. خلاص، هعمل إيه؟ أول حاجة هلم جمعية، سواء عملتها من 10 أفراد أو 20 فرد. خد معايا للآخر واسمع للآخر وشوف هنمشيها إزاي الجمعية دي. أروح لناس، شوف، هو مش ثقة، لا، هو منتهى الثقة. يعني ناس هيكونوا منتهى الثقة. خلاص، هعمل معهم جمعية، ولتكن هتبقى على 10 شهور. هقبض فيها، انا ماسكه الجمعيه، هقبض الاول، مش الاول بس، لا، ده هقبض التاني والتالت والرابع. انت بتقولي ايه يا ميمة؟ يا اخويا والله زي ما بقول لك كده. لو عملتها ب1000 بش في الشهر، المفروض انت ايه في اول شهر بتاخد 10,000 هيكونوا معاك. تمام. بعد كده اقبض النفر اللي بعديه، هقول لهم مثلا الجمعيه هتبدا من النفر الخامس، انا معايا 4 افراد، يبقى انا خدت النفر الاولاني، التاني، التالت، الرابع كده. طيب هاخدهم على 4 شهور. حلو الكلام. هيكون معايا كام؟ 40,000 جنيه. صح؟ ده لو قلت 1000. تخيل انت بقى لو تقدر وتعملها جمعية ب10,000، تتقبض يعني 10,000 في الشهر، تقبضها 100,000 كل شهر، يبقى انت هتقبض في خلال 4 شهور 400,000 جنيه، يعني داخل في النص مليون. هل النص مليون دول ما فيش يعملوا مشروع كبير؟ طبعا الجمعيه الكبيره دي شويه كده، ممكن واحد مثلا متجوز وبيشتغل وعايز يعمل نفسه جنب وظيفته شغلانه او مشروع. حلو الكلام. طيب اللي بتقوليه ده هعمله ازاي؟ سمي بالله وصلي بينا على النبي وتعالى اشرب معايا كوبايه الشاي واقول لك ازاي. احط تارجت لنفسي، انا شاب بشتغل اي شغلانه، هل انا هقدر كل شهر اوفق ولا اجمع ال4,000 جنيه بتوع الاربع الانفار الاولانيين دول ولا لا؟ حلو، خليك معايا وشغل مخك معايا وانا شغل مخي معاك، لحد ان شاء الله هتيجي تشكرني وتقول انا عملت مشروع والحمد لله نجحت. ما تيأس، ابدأ، اوعى تيأس. خلاص، قبل ما افكر في الجمعية عشان انت برضو ما تدبس نفسك. طيب هعمل ايه؟ هشوف هقدر اسد كل شهر كل ده 4,000 جنيه ولا لا. لو ما قدرتش ما تعملش، ادخل جمعية بفرد واحد.
وخد 10,000 جنيه، وهقول لك 50 مشروع بعد كده بيبدأوا 5000 جنيه. خلاص، انا بس الاول بقول لك اساس. تمام، انا عايزاك بس تكون واثق في نفسك، خليك واثق في نفسك. خلاص. طيب، انا قدرت اعمل 4000 جنيه، يبقى حلال عليك يا باشا 40,000 جنيه هيبقوا معاك، اللي هتبدأ بهم المشروع. ما تاخدهمش وتفرح بهم وتروح تشتري بهم اي حاجة خايبة، لا. المشروع مش هتاخد منه جنيه واحد طول سنة لحد ما تقدر توقف المشروع على رجليه وتشتغل. والله العظيم انا عايزة اقول لكم على حاجة، احنا بمخنا وبتفكيرنا ممكن نوصل لأعلى أعلى أعلى المستويات. شوفوا بتوع الصين بيعملوا ايه. تمام، يبقى خلي لنفسك هدف، حط لنفسك هدف كده لازم توصل ليه. انا مثلا عايز على اخر السنة دي يكون معايا $500,000، انا عايز يبقى معايا 1,000,000. انت وشطارتك، وانت شاطر، وانت تقدر، وانت راجل. والله العظيم احنا ما عندنا حد خايب، بس احنا عندنا حد لاغي عقله ولاغي تفكيره. تمام، يعني لاغي عقله ولاغي تفكيره وحطيتهم على جنب. خلاص. طيب، قدرنا نجمع الدنيا كل شهر تاخد 4000 جنيه تحوشهم، تمسك حصالة لنفسك كده اهو، كل يوم تحط فيها حاجة اللي بيها اخر الشهر تكون واثق هتطلع منها 4000 جنيه هتحطهم في الجمعية. وعايزة اقولك على حاجة، مش معنى ان انت ماسك الجمعية ما تحطش فلوس، ده انت اول واحد هتحط فلوسك. يعني انت لو دخل الجمعية ب1000 جنيه لازم كل شهر تحط ال1000 جنيه، حتى لو انت اللي هتقبض. ليه؟ عشان تاخد مبلغ مقفول. عايزه اقول لكم على قصه، والله العظيم هو واحد الله يرحمه افتكرته دلوقتي. عايزاكم بس تسمعوا كلامي. كانت مراته يعني جت قالت لي ان هو الحاله مش قد كده والكلام ده كله، مش عايزه افسر. وشغال كده باليوميه عند حد والكلام ده كله، وانه كان يعني الراجل ده كان بيشتري كده مش عارفه غله يرميها في ميه عشان تجيب سمك، وفي الاخر مش عارفه ايه. المهم كلميه حد كان يعني ايه معرفه يعني. فايه يا عم الدنيا فيها ايه؟ والله الحال واقف، بتعمل ايه كذا؟ انت بتشتري حاجات للسمك، بتشتري اكل السمك؟ اه والله. طب ما تاخد يا عم الفلوس دي وتحطها على بعضها وتشتري لنفسك حاجه. والله العظيم سمع كلامي وراح يشتري لنفسه كده بتاع دوت معرفش معزه ولا ايه حاجه كده. تمام، المهم وراح عمى بقى عنده بدل المعزة 10 و2 و 10 و20، ودخل في تجارة، من تجارة لتجارة، وعبال عندك دلوقتي كان عمل 4 أدوار، وعمل محلات وسوبر ماركت وتاجر في كل حاجة. يعني الموضوع مش صعب، الموضوع بيبدأ إن شاء الله من 100 جنيه. بس انت تفكر، هتقولي مش هقدر على 1000 جنيه. يا عم اعملهم ب100 جنيه. يا عم شوف اللي هقول لكم، شوف الجمعيه اللي انا عاملاها للستات اللي هي ب20 جنيه في اليوم، كل 10 ايام تاخد 2000 جنيه. تمام، وهقول لك مشروع يبدا من 20 جنيه او من 2000 جنيه قصدي، من جمعيات. بس ناس انت تكون عارفهم، ناس يكونوا ثقه. ابدا. تمام، ابدا، بس خليك عارف ان انت هتقدر تسد للناس دي فلوسها، عشان انت في الاخر ما تتسجنش برضه. بص يعني انا بقول لك ايه اللي ليك واللي عليك. اعمل مشروع، اعمل دراسة جدوى، فكر انت يعني كده، دور في نفسك كده، انت ممكن تبدع في ايه، انت ممكن تشتغل في ايه وتنجح فيه. انت كده مع نفسك. بس اولا واخيرا، وبص هقولها لك من هنا لاخر الفيديو، لازم تكون واثق في نفسك. طبعا ده للشباب. طب انت بقى راجل متجوز والدنيا بسم الله ما شاء الله وعندك تجارة، بس عايز تكبر مشروعك، يا باشا ادخل في جمعية ب10,000 في الشهر، ادخل جمعية ب20,000، في ناس بتدخل ب50، في ناس بتدخل 100، واعمل نفس الحكاية. خد ال4 أفراد الأولانيين بس لازم تكون واثق ان انت هتقدر تدفع كل شهر ده انت هيبقى كام؟ ال400,000 دول انت عارفه تقبض كام؟ بسم الله ما شاء الله هتقبض ملايين.
خلاص يبقى انت كل شهر هتقبض، تحط 100,000 تقبض كام؟ بسم الله ما شاء الله، تقبض 1,000,000. ما هو 100,000 في 10 بكام؟ 100,000 في 10 6 صفار، 1,000,000 يا باشا. يبقى انا اقدر ولا ما اقدرش؟ طيب يا رب كده اكون افدتكم. ركزوا معايا. عايزه اقول لكم باي باي. عايزه اقول لكم ما تنسوش تحطوا اللايك. ما هو ده مشروعي انا كمان، نجحوا لي مشروعي وانا انجحكم، انتوا تنجحوني وخلي الدنيا كده. وبعدين انتوا عيلتي، انتوا اهلي، تمام. تنسيش تحط اشتراك، وتنسيش تحط لايك، وتنسيش تظبط الفيديو بدعوة كويسة. والله بتمنى لكم الخير، والله بحبكم كلكم. احلى اصحاب وناس. وكل اللي بيعلق عندي على فيديوهاتي، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.